مسلسل اتنين قهوة بقى ده خدنا في قصة تانية شوية. احنا عملت لك ريفيو للمسلسل من اول حلقة عشان التتر والحاجات والابطال واوضح لك الشخصيات والمنتجين والكلام ده كله، ولكن انا قلت لك في الفيديو انا مش عارف هل هكمل اشوف باقي الحلقات ولا لا. شفت اول حلقتين تلاتة، حسيت الاحداث مملة. لا الرابعة جت، لا ده في اكشن، ده في حوارات، ده في قصة درامية رومانسية جميلة محترمة معاك للاخر. امشي معاك لحد الحلقة السابعة. الصدمة بقى، الحلقة السابعة قفلت قفلة. هي دي الدراما الرومانسية، هي دي الحتة المصرية اللبنانية، هو ده أحمد فهمي في الحتة الرومانسية. هي دي مرام علي اللي اتكلمت باللهجة بتاعتها، ما حاولتش إن هي تطلع وتتكلم باللهجة المصرية. الحلقة الثامنة عاش. أنا مستني أشوف بقى الحلقات. فكرة إن مسلسل ينزل أوف سيزون حلقة بشكل يومي، شابوه. انا بالنسبه لي ده من المسلسلات اللي انا بعشقها في الوقت الحالي. هنعرف بعد كده بقى في لما المسلسل يخلص هل هنتفرج عليه تاني كام من عشرة، تقييم للشخصيات والتحليلات، اللي انا كنت متوقعه اصلا هل هو حقيقي ولا حصلت فيه حاجه غلط. كل الحاجات دي هنقولها امتى؟ لما المسلسل يخلص. ولكن انا لحد دلوقتي مستمتع، وبقول للناس كلها اتفرجوا على مسلسل اتنين قهوه لانه من المسلسلات القويه الشهر ده.